اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم وصفه الكبد والقوانص بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا. تعالوا نشوفوا هنعملها ازاي. انا النهارده قلت اعمل ايه؟ كبد وقوانص بطريقه سهله جدا وطعمها بيكون حكايه. الطريقه بجد سهله جدا وطعمها بجد حاجه كده، اللهم بارك عسل. انا جبت نص كيلو كبد وقوانص، قطعتهم كده كويس جدا، شطفتها ونقعتها بليمون وخل وملح، وبعدين شطفتها، وبعدين ايه هستخدمها زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت كده ايه طاسة على النار. انا ما بحطش في الطاسة ولا بحط سمنة ولا بحط زيت ولا بحط اي حاجة، بسيب الطاسة تسخن كويس جدا. اسيب كده الطاسه تسخن كويس جدا، وبعدين بحط الكبد والقوانص. بجد ريحتها الطريقه دي، امشي على الطريقه دي، امشي على الطريقه دي، بجد هتخلي الكبد والقوانص بتاعتك مميزه جدا. طريقتها سهله جدا، طعمها بيبقى حكايه، ريحتها بتجيب لاخر الدنيا، حاجه كده اللهم بارك عسل. كده انا حطيت كده الكبد والقوانص، بقلب بقى كده ايه تقليبه كده، وبرش عليها كده ايه رشه من الفلفل الاسود. انا ما بحطش الا فلفل اسود بس. حطيت كده فلفل اسود، وبفضل بقى ايه اقلبها كده على الناشف، وبعدين بحط لها سمنه عادي، اقلب كده زي ما انتوا شايفين كده اهو يا قلبي. زي ما انتوا شايفه كده بديها كده تقليبه، وبعدين بحط لها كده ايه معلقه كبيره من السمن. ادي السمنه، احط لها كده المعلقه الكبيره من السمنه، وادي لها تشويحه كده بالسمنه كده. طريقه سهله جدا، ريحتها بجد تحفه. دي طبعا نص كيلو من الكبد والقوانص. طبعا بجيبهم بنضفها كويس جدا وبنقعها زي ما قلت لكم. انا بحب انقعها كده بليمون وخل وملح، واسيبها كده ايه تصفي، يعني بحطها في مصفى واسيبها تدلل ايه الدم اللي فيها، وبعدين بشطفها. بجيب كده ايه نص قرن كده من الفلفل الحامي، عاوزه تحط نص قرن، عاوزه تحط القرن، عاوزه ما تحطيش فلفل خالص، اللي انت حباه اعمليه. انا بحب كده احط لها كده نص فلفل قرن من الفلفل الحامي، ودول بصلتين كبار مقطعهم كده زي ما انتوا شايفين قطع صغيره، وبحطهم ايه على الكبد والقوانص بعد ما شوحتها كده ايه تشويحه بالسمنه. ريحتها بجد هتكون ريحتها هايله جدا، والله العظيم ريحتها كانت تحفه. واقلب كده زي ما انتوا شايفين كده، اقلب كده كل المكونات كده على بعض. طبعا انا ما حطيتش ملح لان الملح هحطه في الاخر خالص. هقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين، وادي شكلها بعد ما شوحتها كده شوحت البصل كده بالكبد والقوانص، شوحتهم كده دبل معايا البصل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا هحط عليها طماطم مكعبات، احط عليها طماطميتين صغيرين يعني اقطعهم مكعبات، هم حبايتين طماطم بس. عاوزه تحط حبايه ماشي، عاوزه تحط 2 ماشي. انا دول حبايتين صغيرين من الطماطم. اديله برضو كده الطماطم تشويحة حلوة كده. اقلب بقى كده، اسيب الطماطم تتبل حاجة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده، واقلب وهي قلبي زي ما انتوا شايفة كده. افضل اقلب بقى كده ايه لحد ما الطماطم تتبل معايا شوية. انا كده ايه بحط كده، بحب كده احط لها ايه معلقتين من الخل، بتقلب لي الدنيا، يعني بتخلي لك الريحه تجيب لاخر الشارع. معلقه كده او معلقتين من الخل كده، حاجه كده حاجه كده جميله جدا. ريحتها بقى بتجيب لك لاخر الدنيا، ريحتها بجد بتبقى تحفه جدا. افضل بقى ايه اقلب كده، وبعدين لما الطماطم بتتبل انا بحب ايه كده احط لها شويه كده من الفلفل الاسود تاني، بيديني بقى ريحه حلوه وبيديني طعم حلو. انا بصراحه مش بحب احط في الاكل بتاعي، الاكل يعني اللي انا بعمله توابل كتير. يعني انا ممكن هو ملح وفلفل اسود بس. اليات الاكل بتاعي انا بحب احط له ملح وفلفل اسود بس، لان انا مش بحب اضيع طعم الاكل.
التوابل الكتير طبعا بتضيع طعم الاكل، بتخليكي كده مش مستطعمه الاكل. ده من رأيي انا طبعا. يعني انت بقى ممكن انت بتحبي التوابل، حطي التوابل اللي انت حباه. انا بحب كده احط لها كوبايه من الميه واسيب الكلام ده بقى ايه يطيب كده ويستوي مع نفسه. بجد كانت ريحتها تحفه وطعمها كان احلى واحلى. انا كده ايه بحب كده احط لها كوبايه كده، كوبايه الشاي، الكوبايه اللي هي بتاعت الشاي كده بحب احط لها كوبايه من الميه، واسيبها بقى ايه تستوي كويس جدا، واسيبها بقى ايه كده تاخد كده تستوي كده مع بعضها. بجد بتبقى روعة. وطبعا انا بعد ما حطيت المية ملحتها بملح. الملح بقى ده حسب بقى ما انتي ما بتحبي الملح بتاعك بيبقى زايد، ناقص ملح، ملح زايد، اللي انتي حباه اعملي بقى كده. بقى ايه اسيبها بقى ايه تستوي كده مع نفسها زي ما انتوا شايفين كده اهو. ادي بقى كده هي بتستوي. والبصل بقى كده مش بيدبل قوي، لا البصل كده بيبقى فيه برضو يعني حته كده ايه بينضخ كده شويه. والكبد والقوانص استوت جدا. القوانص كمان الناس اللي تقول لي حطينا الكبد مع القوانص، لا كله هيستوي والقوانص هتستوي وهتبقى معاكي عسل. زي ما انت شايفه كده افضل اقلب بقى كده واسيبها بقى ايه برضه تشرب كده من شويه الميه كده، وبعدين هنوريكم شكلها تبقى عامل ازاي. حاجه كده اللهم بارك عسل جدا، حاجه كده جميله، طريقتها سهله وبسيطه جدا. وادي شكل الكبد بعد ما خلصت. ما خدتش وقت، ما خدتش مجهود. عاوزه تعملي جنبيها حبه مكرونه ماشي، مش عاوزه تعملي جنبيها مكرونه وتغمزيها بعيش كده برضو ماشي. طريقتها سهله جدا وبسيطه، وبجد حاجه كده روعه. وطعمها كان تحفه، وريحتها بجد كانت جايبه لاخر الدنيا، وحاجه كده اللهم بارك عسل. اسهل طريقه بجد يا بنات لعمل الكبد والقوانص، طريقتها سهله جدا وبسيطه، وحاجه كده مش مكلفه. ما تنسوش بقى ان عجبك الفيديو ما تنسوش تدوسوا لايك واشتراك. باي باي.